عائشة خاتون فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي من التمس رضا الله بسخط الناس أفرمي رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هركسيا لا ترسي الله جل جلاله خلق لخوي تورك بلا قيتك باو خلق اللي يمتور به باشا من لا الله ترسم لو أنها ترسم. أفرمي الله جل جلاله لي رازي به وخلقي شي لي رازي بله أو كسي رزامندي الله بيش بخا بس رزامندي خلقي الله جل جلاله لي رازي به وخلقي شي لي رازيك بلام هر كسي كي فرمي لغير الله بترسيه رزامندي أو بيش بخا بس رزامندي الله جل جلاله أو الله جل جلاله خوي لي ترابي وخلقي شي لي تراب ويا كسانه زور هن كلا ترسي خلقي حقيقة كان دين ناويرن بلان كبت هاي بدر وكات أوان والله جل جلاله لعنتي عن لك على القرآن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كسانك هن أو كبيمان داون لكتاب ورون مع كردو بيان أي شارنا وروني ناكن وبو خلقي لترسي خلقي أما أنا الله جل جلاله بلعنتي أنا هم بلعنت كريكيش لملائكة وجنوك طوابي إنسانك وبراسي ترسان لغير الله شايستي أو لعنته بوليتك بتايبت أقل شاهد دمي حقا به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق سمعه أو رآه أو علمه فإنه لا ينقص من الآجال ولا يخطأ الرزق. فرمي هيك كسيلا ايوا با ترس لخلقي وايلينك حقيقي بيني ويا بستويتي يا ايزان نيله بابيله شوك وتني حق نرسق كما كان تمن شكرتك. وفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. الصحابة كان فرمون كيف يذل نفسه؟ قال يرى أمرا لله عليه مقال فلا يقول به. فرمي هيك كسبويني خوي زليلك كان شلون خوي زليلك فرمي بابتك أبيني فرماني الله إلا سنة لترسي خلقي نايله أفرمي للرجل قيامتها الله جل جلاله رايح قريه فيقول الله جل جلاله بيفرمي ما منعك أن تقول في كذا وكذا شير قرب لوي كاتكتو أوهم كفر وشرك وفساد وبدر وشتير دبيني قد غيكي لسري بجواب بي بوشي بجوابنا هاتي لسري. قال خشية الناس قال لا ترسي خلقي الله جل جلاله فرمي إياي كنت أحق أن تخشى حق وابو تلا من بترسي نقل خلقي ويتو أم ترسى بلو جهنم يا بابي أقاداري خذ